ازاي ملك نام على العرش وصحي لقى المملكه كلها ضاعت منه؟ في ليله 22 يوليو 1952 الملك فاروق نام وهو ملك مصر والسودان، وملايين بينادوه يا مولانا، وهو نايم شويه ضباط كانوا بيسحبوا المملكه من تحت رجله حته حته، ولما صحي لقى رجالته اتقبض عليهم والجيش خرج من ايده والراديو بيعلن بدايه النهايه. وبعدها ب3 ايام بس الملك فاروق ركب اليخت الملكي اللي كان اسمه المحروسه وخرج بره مصر وهو بيبص على بلده لاخر مره. ايه هي حكايه ليله 23 يوليو؟ الملك فاروق كان في قصر المنتزه في اسكندريه بعيد عن القاهره، وفاكر ان الليله ماشيه عادي سداح مداح، ما يعرفش ان في نفس الليله وفي نفس اللحظه شويه ضباط بيتحركوا في السر عشان ينهوا حكمه كله. وعشان نفهم ازاي شويه ضباط قدروا يقلبوا مملكه كامله في ليله لازم نرجع 4 سنين لورا، وبالتحديد بعد حرب فلسطين 1948. الجيش رجع وهو شايل هزيمه وغضب كبير، والضباط رجعوا معاهم غضب واسئله كتير. مين المسؤول عن الهزيمه؟ ليه الجيش دخل الحرب من غير استعدادات كفايه؟ وليه المحسوبيه والفساد وصلوا جوه المؤسسات العسكريه؟ وفي الوقت ده انتشرت حكايات كتير عن الأسلحة الفاسدة، وده زود إحساس الضباط إن المشكلة مش في الجندي اللي بيحارب، المشكلة في اللي قاعد فوق وبيتحكم. ومن وسط الغضب ده شوية ضباط عملوا تنظيم سري وسموا نفسهم الضباط الأحرار، وكان العقل المدبر اللي بيحرك التنظيم ده جمال عبد الناصر. لكن التنظيم كان محتاج اسم كبير محبوب ومعروف وسط الجيش، وهنا ظهر اللواء محمد نجيب، رتبة كبيرة واسم معروف وعنده شعبية وسط الضباط، وسنين والضباط الأحرار بيتقابلوا في السر، بيختاروا الناس بحذر وبيستعدوا للحظة اللي يتحركوا فيها. وفي يوليو سنة 1952 وصل لهم خبر قلب كل الحسابات. القصر بدأ يشك ان في تنظيم جوه الجيش، وان في اسماء بعض الضباط ممكن تكون اتكشفت، يعني القبض عليهم بقى مسألة وقت. وهنا عبد الناصر فهم ان مفيش وقت للتأجيل، يا يتحركوا دلوقتي يا يطلع عليهم الصبح وهم في السجن. والميعاد اتحدد ليلة 22 يوليو والساعات الأولى من 23 يوليو. القاهرة كانت هادية والناس نايمة، والملك فاروق في قصر المنتزه فاكر ان الليلة عادية جدا، لكن بعيد عنه عربيات عسكرية بتتحرك في الشوارع وضباط خارجين من معسكراتهم، وكل واحد فيهم عارف ان غلطة واحدة ممكن توديه للإعدام. والأخطر ان الخطة فعلا كانت ممكن تفشل قبل ما تبدا، لان كبار قاده الجيش بداوا يحسوا ان في تحركات غريبه بتحصل، واجتمعوا بسرعه في مقر القياده العامه عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل. وهنا ظهر واحد من اهم رجاله الليله، يوسف صديق، اللي الروايه الاشهر بتقول ان يوسف الصديق اتحرك بقواته بدري عن الميعاد، وده كان سبب اساسي في ان الخطه تنجح. ووصل بقواته لمقر قياده الجيش ودخل عليهم في وقت ما كانوش مستعدين فيه وقبض عليهم كلهم، يعني الناس اللي المفروض هم اللي كانوا يوقفوا الحركه بقوا هم نفسهم معتقلين. والخطوه دي كانت من اهم الاسباب اللي خلت الخطه تكمل. واول ما النهار بدا يشقشق كانت الضباط بتسيطر على كل قيادة الجيش، ده غير انهم كمان سيطروا على مبنى الإذاعة. وهنا الشعب كله يبقى دخل الحكاية. الساعة 7:30 الصبح ناس بتفطر، ناس بتلبس عشان تنزل الشغل، وناس فتحت الراديو عشان تسمع الأخبار زي أي يوم عادي. وفجأة طلع صوت ضابط اسمه محمد أنور السادات بيقرأ بيان باسم اللواء محمد نجيب وبيقول: اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. البيان وضح ان الجيش كان بيتحرك عشان يطهر نفسه من الفساد، وطمن الناس ان الامن والنظام هيفضلوا موجودين. الكلام كان هادي ورسمي، لكن الرساله اللي وصلت للملك كانت واضحه جدا، ان الجيش خلاص ما بقاش في ايده. وهنا في حاجه مهمه عايز اقول لك عليها، ان البيان اللي قاله محمد انور السادات ما قالش ان فاروق اتخلع، فاروق كان لسه ملك على الورق على الاقل. والاخبار بدات توصل له القصر المنتزه واحده واحده، قيادات الجيش اتقبض عليها، والقاهره بقت في ايد الضباط، والراديو بقى بيتكلم باسم قياده جديده. وفاروق وقتها كان قدامه سؤال واحد، يا ترى الحرس الملكي هيتحرك والانجليز هينقذوا العرش ولا اللعبه خلصت خلاص؟ وهنا الضباط الاحرار طلبوا منه يعين علي ماهر باشا رئيس للحكومه، وبالفعل الملك فاروق وافق. وكل مره كان بيوافق على طلب كان بيخسر جزء جديد من سلطته، وبدات قوات الجيش تتحرك ناحيه القصور الملكيه في اسكندريه. واتنقل فاروق لقصر راس التين، وهناك بدا يعرف ان اللي بيحصل مش مجرد حركه احتجاج جوه الجيش، دي نهايه حكمه. عشان يوم 26 يوليو الصبح يوصل علي ماهر قصر راس التين ومعاه انذار واضح، الملك فاروق يتنازل عن العرش لابنه الرضيع احمد فؤاد الثاني، ويخرج من مصر قبل الساعه 6 بالليل. انا عايزك تتخيل المشهد، ملك حكم مصر اكتر من 15 سنه بقى قدامه كام ساعه بس يمضي التنازل ويلم حاجته ويودع اسرته ويسيب البلد اللي كان بيحكمها كل السنين دي. وبالفعل الملك فاروق وقع على وثيقه التنازل. بس الغريب ان الملكيه ما انتهتش في اللحظه دي، الملك فاروق اتنازل عن العرش لابنه الرضيع احمد فؤاد الثاني، وبقى هو ملك مصر رسميا، ملك لسه ما بيعرفش يتكلم في الوقت اللي البلد كلها فعليا بقت في ايد الضباط الاحرار. وبعد التنازل الملك فاروق لبس الزي البحري الابيض وخرج من قصر راس التين ناحيه المينا، وركب اليخت الملكي اللي كان اسمه المحروسه، وبدات تتحرك المركب ناحيه ايطاليا واسكندريه وراه، ومصر كلها بتبعد عنه حته حته.
الراجل اللي من 3 ايام بس كان كل الناس بتناديه يا مولانا بقى ملك سابق خارج من بلده وعارف انه ممكن ما يرجعش يحكمها تاني. وهنا اخر مفاجاه في الحكايه، ان مصر ما بقتش جمهوريه يوم 23 يوليو ولا حتى يوم خروج الملك فاروق يوم 26 يوليو. ده مصر فضلت مملكه على الورق، والطفل احمد فؤاد الثاني هو الملك رسميا لحد ما اتلغت الملكيه وتم اعلان الجمهوريه في شهر 6 1953. يعني يوم 23 يوليو ما كانش اليوم اللي الجمهوريه اتولدت فيه، دي كانت الليله اللي الملكيه بدات تموت فيها، واتقفلت صفحه اسره حكمت البلد حوالي 150 سنه. انا احمد عجيزه، وده كان فيديو من جوه الاوضه. ما تنساش تعمل فولو عشان تشوف الحلقات الجايه.